أول خلّينا نقول إن الCAD والCAM هُم مش الاتنين دول بس، لإن كل الناس بتيجي تصنّف بيقول الفرق بين الCAD والCAM ويقعد يعرّف ده ويعرّف ده، لأ ده إحنا عندنا الCAD والFEA اللي هو الfinite element analysis والCFD والآخرهم بقى الCAM، يعني هم 4 حاجات. طيب خلّينا ناخد كل واحدة كده عشان نبقى عارفين كمهندس ميكانيكا عمومًا أو مهندس هيشتغل في التصميم أو في أي مجال صناعي عمومًا، فلازم يبقى عارف ال4 حاجات دول لإن هم يعتبر عصب الصناعة، هم دول اللي الصناعة قايمة عليهم أصلًا. فلمّا نيجي نقول الCAD هي كل برامج الرسم. في ناس بتسمع كلمة CAD ييجي في باله الأوتوكاد. هو الأوتوكاد برنامج من برامج رسم كتيرة أوي كلّها بتشتغل CAD. فمعنى كلمة CAD الكمبيوتر aided design، يعني تصميم بواسطة الكمبيوتر، يعني برامج رسم. برامج رسم بقى 2D 3D هي في الآخر حاجة بترسم لي منتج، تدّيني الشكل بتاعه، تدّيني الأبعاد بتاعه، باضيف لها dimension معيّنة عشان أشوف شكل الحاجة دي. طيب ده بالنسبة للCAD اللي هي البرامج عشان أقدر أشوف شكل الحاجة. طيب الحتّة اللي بعد كده اللي هي الFEA اللي هي الfinite element analysis، يعني إيه؟ ديّة عبارة عن زي simulation أو analysis باعمله على أي حاجة أنا رسمتها عشان أقدر أحوّلها لجزيئات صغيّرة أوي، أشوف تأثير الجزيئات دي مع الأحمال، مع الإجهادات. أشوف مثلًا لو أنا مصمم كامة في مكنة أو شافت في موتور أو عمود شايل وزن عليه، شاسيه عربية، الحاجات دي كلّها، كل دي باعمل لها finite element analysis عشان أشوف الجزيئات أو المناطق اللي هيحصل لها failure فين، عن طريق بقى برامج الsimulation. طبعًا برضه برامج الsimulation في برامج كتير جدًا. فهو ده الfinite element analysis. طيب الحتّة اللي بعد كده بقى اللي هي الCFD. الCFD برضه هو حاجة تالتة اللي هي الكمبيوتر fluid dynamic. يعني إيه؟ يعني أنا باستخدم الكمبيوتر في إن هو بيورّيني حركة الfluid dynamic. الfluids طبعًا اللي إحنا عارفينها سواء هوا، مَيّة، سوائل. طبعًا الحاجات دي بقى بتفيد مثلًا لو أنا عايز أعمل simulation لشكل عربية ماشية بسرعة معيّنة، فباشوف تأثير الهوا عليها إيه. طبعًا كل الصناعة في مجال السيارات دلوقتي ماشية في الحتّة دي. الموضوع ما بقاش إن أنا باعمل عربية موتور قوي وماشي وخلاص، لأ، ده أنا لازم أكون دارس الزوايا، أفضل منطقة يتم عليها سحب الهوا، الحاجات دي كلّها، من مقدمة العربية، الجناب، الضهر، كل الحاجات دي. فهي دي الحتّة بتاعة الCFD إن أنا بادرسها بشكل كامل. طبعًا الموضوع ده مُعتمد بشكل 100% في موضوع الطائرات خصوصًا، يعني العربيات في الآخر بتفرق في عربيات السباق أوي، إن أنا أقلل ارتفاعها من الأرض، الحاجات دي كلّها، لكن مؤثّرة بشكل أكبر في الطائرات والتصميمات بتاعتها. الحتّة الأخيرة بقى اللي هي الCAM. الCAM هو الcomputer aided manufacturing. يعني إيه؟ يعني إن أنا باصنّع عن طريق الكمبيوتر. أنا كنت الأول شُفت إزاي باصمم، شُفت إزاي باعمل simulation، بعد كده شُفت تأثير الهوا على المُعدة أو الحاجة اللي أنا راسمها برضه عن طريق الكمبيوتر. الحاجة الأخيرة بقى إن أنا خلاص هاصمم، اللي هو معروف بالنسبة لنا إن إحنا بنقول عليه الCNC، ولكن الCNC هو المكنة اللي هتشغّل. إن أنا هادخل مثلًا على مكنة خراطة CNC، على مكنة milling اللي هي الفرايز والحاجات دي، ولكن الCAM نفسه هو إن أنا باستخدم الكمبيوتر في إن هو يصنّع لي. إزاي؟ باخد الرسمة اللي أنا رسمتها أصلًا ببرامج الCAD وبابدأ أحوّلها أو أبرمجها لمجموعة أكواد جهات وإمات عشان المكنة اللي هتشتغل. أنا باحاول حاجة كده زي معادلة، باخد الرسمة اللي مرسومة مجرد رسمة كده عندي لبرنامج أكواد. الأكواد دي بتتحط مثلًا على فلاشة أو على أي حاجة باحطها في مكنة الCNC، فالمكنة تبدأ تتحرك في اتجاهات X Y وZ، بيتحط فيها عدة القطع اللي هي الend mill أو بونطة أو الحاجات دي كلها، وتشتغل في اتجاهات معينة عشان تنفذ الرسمة اللي أنا كنت راسمها. فإن أنا طلعت من الرسمة اللي مجرد رسمة على كمبيوتر لمنتج حقيقي قدامي، القنطرة اللي أنا عديت عليها دي هي الCAM. فدول 4 تصنيفات أساسيين. الموضوع مش CAM وCAD بس زي ما ناس كتير فاكرة، هم 4 تصنيفات. فأتمنى أي مهندس يكون لسه في كلية اتخرج واشتغل يكون عارفهم، لأن هم دول الأساس. كل واحدة منهم متشعبة ومتقسمة حتت صغيرة أوي،
يعني أحيانًا بيبقى مهندس شغال في حتّة معيّنة في حتّة واحدة من ال4 دول، فأنت لمّا تبقى مُلِم بالحاجات دي وعارف أمثلة ليها وأنواع البرامج اللي في كل حاجة منهم بيبقى أفضل يعني. وده بالنسبة للنقطة اللي هي الCAD والFEA والCFD. طبعًا بعد ما عرفنا ال4 أنواع الرئيسيين دول، أتمنى إن كل حد من زمايلنا الباشمهندسين يقول لنا كده في الكومنتات إيه أنواع البرامج اللي يعرفها في كل نقطة من ال4 نقط اللي إحنا قُلناهم دول. شكرًا.